اللهم اجعل هذا محمد الأشيب بن نذر وناصر بدين الإسلام برحمتك بسم الله الرحمن الرحيم وناصر بدين الإسلام برحمتك وناصر بدين الإسلام برحمتك واجعله بارا لوالديه واجعله بارا لوالديه وناصرا بدين الإسلام برحمتك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اجعلنا واجعله برا لوالديه واجعله برا لوالديه واجعله برا وناصرا بدين الإسلام برحمتك وناصرا بدين وناصرا بدين الإسلام برحمتك آمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحيي محمدا الأشيب منزل حياة طيبة آمين. وأسعده سعادة الحسنى واجعله بارا لوالديه غير عاق لهما واجعله من الصالحين العارفين العاملين وكل شر رب العالمين والحاسدين وعنه عن خلقك أجمعين ولا تخرج إلا لوجهك الكريم ولا تخرج إلا لوجهك الكريم ولا تخرج إلا لوجهك الكريم واغفر لوالديك أجمعين يا رب العالمين. اللهم أحيي محمد الأشيب المنزل حياة طيبة وأسعده سعادة الحسنى واجعله بارا لوالديك غير عاق لهما واجعله من الصالحين العارفين العاملين واكفه شر نظرة العين والحاسدين واعف عن خلقك أجمعين ولا تخرجه إلا لوجهك الكريم ولا تخرجه إلا لوجهك الكريم ولا تخرجه إلا لوجهك الكريم واغفر لوالديك أجمعين يا رب العالمين واغفر لوالديك أجمعين يا رب العالمين واغفر لوالديك أجمعين يا رب العالمين. اللهم أنشئ محمد الأشيب المنزل حياة طيبة وأسعده سعادة الحسنى واجعله بارا لوالديه غير عاق لهما واجعله من الصالحين العارفين وقه شر نظرة العين والحاسدين واعف عن خلقك أجمعين ولا تخرجه إلا لوجهك الكريم ولا تخرجه إلا لوجهك الكريم ولا تخرجه إلا لوجهك الكريم واغفر لوالديك أجمعين يا رب العالمين واغفر لوالديك أجمعين يا رب العالمين واغفر لوالديك أجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا واجعل محمد الأشيب المنزل من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياه من أهل البدعة والضلالة والشقاوة ولا تجعلنا وإياه من أهل البدعة والضلالة والشقاوة ولا تجعلنا وإياه من أهل البدعة والضلالة والشقاوة. اللهم اجمع الناس على حبنا وجمعيتنا بالمحبة والألفة واجعل أحزابنا غالبين غير مغلوبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة والصحة والعافية علينا وخصوصا على محمد الأشيب المنزل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين بنهجه القويم اجعلنا واجعل من خيار
برحمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا واحشره غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا وحيه مستمسكين بطاعته ومحبته وعملنا وعملكم على سنته وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به خلائق فترحمها اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم وأحفظ علينا وعليه ببركاته باس العز والتكريم واسقنا واسقيه بجواره في دار النعيم ونعمنا ونعمه في الجنة بالنعيم المقيم اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله وأهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وقوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار اغفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الأعلام والأسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفور يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.